السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم معنا في قناة شيوات بيتية، وما تنساوش تشاركوا معنا على قناتي. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي البطبوط الصغيور معمر بالحوت والخضرة، كيجي واعر واعر بزاف، والزيتون الحار. هنا عندنا مطيشه اللي طحناها في الهاشوار، يعني مخصهاش طحن بزاف، يعني نيلوها، يعني هادي غير حرفشه. عندنا الزيتون مقرد، عندنا الحوت، اي حوت عندكم ها هو، عندنا الربيع، قزبر مدنوس، بصيلات، الثومه، خيزون اللي غنطحنو حتى هو في الهاشوار. صافي هادشي اللي عندنا. حتى عندنا الكمون، شويه الملح، الكمون ما تكثروش، شويه شويه الملح، شويه خرقوم مع شويه سكينجبير. بسم الله على بركه الله. هنا في القاميله ديالنا غادي ناخذوا المطيشه اللي حكيناها اولا طحناها في الهاشوار. عندنا الربيع، قزبر ومعدنوس. هنا في الهاشوار غادي نطحن خيزو. عندنا الثومه صافي، وغنطحنوا كلشي ونميكسيو. وها هي محكوكه اولا مطحونه. بسم الله. صافي غنضيفو الخيزو تا هو هنا، كلشي غنديروه في هاد البلاصه، هاد القويميله. اللي ما عندوش الحوت ياك يدير الطون، خليتيه يطيب. هاد المكونات كلها تطيب ياك. صافي نطفي عليه خليه تبرد شويه، ونرميو في هذيك الساعه الطون والزيتون. هنا غنديروا واحد البصيله حتى هي نطحنوها في هاشوار اولا نقطعوها بيدينا. هذه خطاريه سهله، حتى هي كتقطع. صافي وغنديو هادشي يتشحر، ومن بعد نرجعو نقطعو الحوت ونرميو فيها. حقتي تشحر هادشي ندير معاه حتى الحوت ما فيهش الروح، يعني دغيا كيطيب. هنا عندنا الحوت شتيناه، غنقطعوه طروفه بحال هاد الشكل. كما قلت لكم دابا لاصوص ديالنا راه كطيب. غنديروا لها ملحه، شويه الكمون، شويه خرقوم عرق، شويه شكينجبير. صافي شويه الزيت، ونخليوها طيب على خاطرها. صافي هنا تنكملوا تقطع ديال الحوت ديالنا كامل. هنا من بعد ما طابلت لينا لاصوص ديال المطيشه ديالنا ياك، دابا غادي نضيفوا الحوت بحال هكا. حقا هنا كان عندي واحد شويه تاع القمرون تا هو زدتو، شاط عليه من الحشوه زدتو هنا. نحركوا هاد الحشوه هادي. صافي دابا غنضيفوا الزيتون مقرد. هنا عندي الزيتون مشمر بالحار. نتوما اللي ما عندكم الزيتون مشمر بالحار ديروا شويه الهريسه. نضيفوا شويه تاع الربيع، زيدوه هو الاخر. صافي واحد التحريكه ولا جوج، نطلقوا من بعد ما تبرد لينا الحشوه شويه، ماشي ضروري تتبرد، هي اصلا واخا تكون سخونه، يعني نتا والاختيار ديالك. وهنا بدينا كنعمروا البطبوط ديالنا، وهذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الطبق ديال اليوم، البطبوط بالحوت والزيتون الحار، كيجي رائع. نتمنوا تجربوه. الى اللقاء في حلقه جديده من شهيوات بيتيه.